اجتماع طارئ ذلك الذي احتضنه اليوم جناح العلاقات العربية بمقر وزارة الخارجية السابق قرب رئاسة الجمهورية. اجتماع حضره 7 من إطارات الرئاسة والخارجية بحضور الوزير رمضان العمامرة. هذا الاجتماع يأتي في سياق أزمة دبلوماسية مع تونس تصاعدت حدتها مع عودة العمامرة من زيارته الخاطفة هناك، حيث عاد حاملا تجاوبا سلبيا من القيادة التونسية تجاه طلب جزائري يرفض مقترحا أمريكيا لإنشاء قاعدة عسكرية في الجنوب الغربي لتونس. الاجتماع وبحسب مصادر KBC جرى بحضور وزير الخارجية رمضان العمامرة والأمين العام للوزارة وعدد من المستشارين الدبلوماسيين في رئاسة الجمهورية، أبرزهم بن عمر زرهوني، بالإضافة إلى ضابط عسكري برتبة جنرال لبحث الرد التونسي. كما تقول المصادر إن الالتماس الجزائري قوبل برد تونسي فيه أن مشروعا أمني الذي ستبشره مع واشنطن يتعلق بقاعدة عسكرية تقع تحت وصاية وسيادة الدولة المحتضنة في محاولة لتخفيف من مخاوف الجزائر، بيد أن الرد التونسي تضمن أيضا موقفا جادا طلبت من خلاله احترام كل ما يتعلق بالشأن التونسي الداخلي، وورد فيه أيضا أنه لا يحق لأحد من الجيران فرض خيارات الدولة التونسية. الواضح أن الرئيس التونسي باجي قايد السبسي في طريقه لتجسيد خياراته الأمنية متجاوزا تحفظات الجزائر التي قال إن التعاون العسكري معها محدود وغير منتظم. وتذكر عدة مراجع في هذا السياق أن السبسي ظل ميالا للتعاون العسكري مع أمريكا برغم حجم دائرة الرافدين له في تونس نفسها.